السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور على جميع المغاربة من طنجة العالية حتى القويرة الغالية. رسالة ديالي هي لصاحب الجلالة نصر الله محمد السادس. كنتمناو التدخل ديالو في أقرب وقت، لأن كنشوفو أمور في هاد المظاهرات بدات كتخرج على السيطرة. وتاني رسالة هي للشعب المغربي، كنتمناو ما نشوفوش هاد العنف وهاد التخريب ديال الممتلكات العامة أو الخاصة. ما بغيناش هاد الصورة السلبية على الوطن ديالنا. نحن صراحة ضد المخربين، الناس اللي كدير الشغب نحن ضدهم، ما ندينهم بأشد العبارات. لا نريد الوطن ديالنا نشوفوا الوطن ديالنا مثل سوريا أو الدول اللي كما كنعرفوا في الربيع العربي اللي تخربت. حنا مغرب ديال 2025، إذا هذا جيل زاد. كنتمنى ما تجروش وراء الناس اللي كتركب على الموجة، والناس اللي كيعجبهم مثلا مثل هاد المظاهرات اللي كيستغلوا الفرص وكيعملوا مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. ما بغيناش نشوفوا مثل مدينة أكادير أو أي زكان أو أي تعميرة أو ما جرى في وجدة وكذلك في مدينة سالة. حنا نندد وحنا ضد العنف، نعم للتظاهر، ولكن التظاهر يكون سلمي ومشي بالعنف وبالسرقة وبالنهب ديال الممتلكات ديال الغير. فهذا الوطن هو وطن جميع المغاربة، هذا الوطن كيجمعنا نحن كمغاربة، لأن إلا فقدنا الوطن ديالنا راه فقدنا الهوية ديالنا وفقدنا العيش الكريم وفقدنا الأمن وفقدنا كل شيء في الحياة. حنا ماشي الأجداد ديالنا ضحوا على هذا الوطن هذا ونجيو حنا اليوم نخربوه. بالعكس، حنا مع المتظاهرين السلميين ولكن ضد الناس اللي كتعمل الشغب. ولكن كنتمناو من صاحب الجلالة شفاه الله، لأن الدستور المغربي كيمنح لك صاحب الجلالة باش تحل أي حكومة ما كتشوفهاش صالحة للمجتمع. وهذه الحكومة ديال العزيز أخنوش هي حكومة ديال رجال الأعمال. ما يمكنش واحد الحكومة اللي جات ديال رجال الأعمال غتخدم مصالح ديال الشعوب. أي حكومة اللي كتكون ديال رجال الأعمال كتخدم مصالح الشخصية ديالها هو فقط. لأن حنا أحسن حكومة اللي مرت مثلا في عهد ديال جلالة الملك محمد السادس هي حكومة تكنوقراطية، حكومة دريس جطو، هي اللي كان الاقتصاد والنمو المغرب كان واحد القفزة نوعية وأحسن نمو اقتصادي في تاريخ المغرب هو مع حكومة دريس جطو التكنوقراطية. هذه الحكومة هي اللي كنتمناو تكون، ولكن المشكلة الشعب ما كيبقاش كيثيق بتاتا في جميع الأحزاب اللي كتكون في المغرب، لأن الكلام قبل الانتخابات والوعود ما كتطبقش على أرض الواقع، ما كيتجسدش، كيكون كاذب وفقط على الشعب المغربي. وهذا الشيء صراحة الناس راه ملت من هاد الأحزاب الانتخابية. كنتمناو حكومة فعلا اللي كيقودها جلالة الملك محمد السادس، لأن كنشوفوا جميع المشاريع اللي جلالة الملك كيعطي الانطلاقة ديالها كتجسد على أرض الواقع. ولكن عكس هاد الحكومات اللي صراحة حكومات فاسدة، خصوصا هاد الحكومة ديال أخنوش أكفس حكومة في تاريخ المغرب. تقريبا الطبقة المتوسطة اللي كنعرفوها هي اللي كتكون كدير واحد الميزان وواحد الكليبراج في أي مجتمع. كنشوفوا في حكومة عزيز أخنوش انضاطرت، ما بقاتش هاد الطبقة المتوسطة، رجعت جوج ديال الطبقات في المغرب، وهي الطبقة الغنية وكذلك الطبقة الفقيرة. حنا ما بغيناش نشوفوا الوطن ديالنا كاين بعض القطاعات صراحة ما كنعموش على كل شيء فاسد. كاين واحد القطاعات اللي هما صراحة عطاو واحد الوجه مشرق للمغرب، مثل القطاع ديال الرياضة اللي كيقودوا مثلا المسؤول الأول عليه هو السي فوزي القجع، ماشي وزير ديال الشباب والرياضة، بالعكس هو السي فوزي القجع. كنشوفوا النتائج مع المنتخبات الوطنية، كنشوفوا البنية التحتية ديال من الملاعب من كل شيء، صراحة تجهيزات رائعة. هذا الإنسان هذا ما كنتكلموش عليه، هذا خدم الوطن، هذا تحية للسي فوزي القجع. ولكن الآخرين خصوصا التعليم والصحة والشغل لا علاقة، ناس فاسدين من الدرجة الأولى وبالقيادة ديال هاد أخنوش. لأن أخنوش كما كيعرف الجميع هو رجل أعمال، هو كينهب المال ديال الدولة، المال ديال الشعب. ما يمكنش واحد الإنسان اللي عنده مثلا شركات ديال البترول ديال المحروقات اللي كنعرفوا السوق العالمية البترول ماشي مرتفع كثير، ولكن في المغرب أسعار كبيرة وكبيرة جدا من ناحية المحروقات.
كنعرفوا عز اخ النوش كيستورد من روسيا، اللي كما كيعرف الجميع روسيا عليها واحد الحصار من الولايات المتحده الامريكيه، اللي كيستورد الغاز البترول عفوا من روسيا بواحد الثمن اللي هو بخس جدا. القيمه ديالو هي درهم فاصلة 70، وكنشوفوه كينزل على المواطنين على الشعب المغربي بواحد 12 13 درهم. هاد الاشياء صراحه كنتمنوا ما تبقاش في بلادنا، كنتمنوا جلاله الملك يتدخل في اقرب وقت ويفك هاد الحكومه هذه. بامكانه الحل ديال الحكومه، لان الدستور المغربي كيمنح لجلاله الملك عفوا حل الحكومه. هاد الحكومه الشعب ما بقاش كيبغي، هاد الحكومه ما فيهاش ثقه، هاد الحكومه ادت لواحد الانزلاقات كبيره وكبيره جدا. ولكن حنا ضد الشغب، ضد العنف، نعم للعداله الاجتماعيه، ولكن لا نريد الشغب في الوطن ديالنا، لا نريد نشوف الوطن ديالنا مدمر. كنتمنوا صاحب الجلاله في اقرب وقت، لان السيطره بقينا كنشوفوها كتفاقم الامور يوم بعد يوم. كنتمنوا تدخل ملكي، وكنتمنوا حل ديال هذه الحكومه ديال اخ النوش، لان صراحه هذه اكفس حكومه مرت في تاريخ الوطن ديالنا. رساله للمغاربه، لجميع الاطياف ديال المجتمع المغربي، كنتمنوا تحافظوا على الوطن ديالكم، ما تنجروش وراء الجهات الخارجيه اللي كتريد تدمير الوطن ديالنا، ما تجروش وراء الخونه اللي كيركبوا على الموجه اللي كيعيشوا هما في القصور خارج الوطن، لان خونه وكيعيشوا خارج الوطن على قضايا وطنيه اللي كيضربوا في الوطن ديالهم. هادو ما كنعتبرهمش مغاربه. كنتمنى جميع المغاربه الاحرار اللي كيحبوا هذا الوطن بصدق وبحقيقه ما ينجروش وراء الخونه. وكنتمناو كذلك من هاد الشباب ما يركبوش عليه، كما مثلا موقع في 20 فبراير ديال 2011 اللي كنشوفوا الحزب ديال العداله والتنميه هو اللي ركب على 20 فبراير وصوت عليه الشعب المغربي، وكنخداو واحد ولايتين متتاليتين وما استفدنا مع حتى شي حاجه. هما السبب في هذه المشاكل اللي وقعت حاليا هو حزب العداله والتنميه، لان رفع الدعم على المحروقات هو السبب اللي خلى واحد الثغره للعز اخ النوش باش دار ما بغى في المحروقات. كنتمناو رساله ديالنا كذلك كما قلنا للمغاربه، الحفاظ على الوطن، الحفاظ على الوطن، وعدم الانسياق والجر وراء الخونه وراء الجهات الخارجيه اللي كتريد لهذا الوطن الشر وكتريد لهذا الوطن التخريب. حنا لا نريد الوطن ديالنا التخريب، نحن مع جلاله الملك، نحن نحب جلاله الملك كإنسان وكذلك كملك مسؤول عن البلاد، ولكن كإنسان، لأن جلاله الملك محمد السادس من أطيب خلق الله، ملك عادل. ما كنشوفوش أي واحد كيلتجئ لجلاله الملك كيلبي له النداء ديالو، عكس الحكومة. حنا ضد الحكومة الفاسدة وضد المفسدين، ولكن نحن نحب الملك ديالنا حبا من القلب ماشي تملق. حنا كنبغيو جلالة الملك، نحن مغاربة نحب الوطن، لأن كنشوفوا هاشتاغات اللي كيقولوا مثلا القصر الملكي لا يريدون الملكية، بل نحن نحب الوطن ديالنا ونحب الملك ديالنا. كنتمنى من جميع المغاربة هاشتاغ في أي منصة، هاشتاغ نحب محمد السادس، نحب ملك البلاد. هذا هو الهاشتاغ اللي كنتمنى الإخوان تلقوه على الصفحات ديال التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.